السلام عليكم، سعيدة بلقياكم متابعي قناة أذواق معلومات ونصائح. يا ربي تكونوا في أحسن الأحوال. فيديو اليوم إن شاء الله نقدم لكم الكعك المسفيوي اللذيذ بطريقة جد سهلة وبسيطة. الكل كيعرف الكعك المسفيوي صراحة لا يعلى عليه في اللذة وفي البساطة أيضا. ان شاء الله نقدم لكم بطريقه سهله وبسيطه في المنزل. مكونات غتشوفوهم يعني بساط جدا، وفي بطبيعة الحال غتقبلوا عليه لان صراحة هما كيقدموا محترفين ومحترفات بطريقة رائعة. المهم غنقدموا لكم انا بطريقة بسيطة وعلى بركة الله. غنبدا معاكم المقادير او المكونات. عندي هنايا كاس ديال الماء، كاس السكر، كاس الزيت، معلقة كبيرة ما بين يعني النافع وحبة حلاوة مدقوقين شوية، ومعلقه كبيره ديال الزنجلان، راس معلقه ديال القرفه، يمكن تعوضها بالفاني او القشور البرتقال ولا الليمون الحامض، راس معلقه ديال يعني رشه ملح، وواحد الخماره ديال الحلويات، والدقيق اللي غيجمع لينا الخليط. على بركه الله غنبدا معكم الطريقه. في اناء اولا قصعه من الاحسن ديال الطين، كنوضعوا فيها كأس ديال الماء، كأس ديال السكر سنيدة، كأس ديال يعني الزيت، وكنضيف باقي المكونات يعني. ومن الأحسن يعني المكون اللي ضفناه نبقاو يعني نخلطوا فيه نحركوه. ثم كنضيفوا يعني الزنجلان النافع وحبة حلاوة، رشة الملح، وكنضيف ايضا القرفة. صراحة انا كتعجبني البنات القرفة، اللي بغى يعوضها كيف ما قلت لكم بالفاني ولا اي حاجة اخرى يعوضها. المهم هنايا كان نخلطوا المكونات جيدا، وكيبقى لنا ان نضيفوا يعني الدقيق دائما كنضيفوه تدريجيا. صراحه هاد الكعك راه حتى اللي بغى يعمل منه يعني يعملو كعمل يربح منه، راه ساهل وبسيط. هو غير فقط كيبغي اليد يعني تكون معاك شي اللي يعاونك. هادشي اللي كان. اما هو صراحه راه واحد عمل جيد جدا. المهم هنايا كنضيفوا الدقيق والخماره في اخر مرحله. الدقيق دائما كنصحكم انكم تضيفوه تدريجيا بعد ما كنغربلوه بطبيعه الحال هو ولا الخماره. المهم هنايا كنخلط حتى كنبدا نخلط بيديا باش نتحكم في العجين بالطريقه اللي بغيت. المهم هنايا كما كتشوفوا معايا راه يعني كنستعملوا غير الماء، ما بدون بيض، بدون حليب، بدون زبده. آه، كيف ما قلت لكم في الاول مكونات جد بساط. والمهم هنايا بعد ما كنخلط يعني العجين، كيف ما قلت لكم احسن حاجه نديروا الدقيق يعني تدريجي. نخلطو وكن يعني نغطيه ونخليه يرتاح شويه. شوفوا معايا يعني العجين يمكن نبدا نخدم به يعني الطريقه راه مفهومه. صافي على بركة الله غنبدا باش نخدم. هنايا كاين عند دوك المحترفين صراحة كيعملوا واحد الماكينة فيها واحد البوق كتخرجوا بواحد الطريقة سهلة. هنا لكم الاختيار، بغيتو ديروا غير البوق ديال الدار وتخرجوا منه، اولا تعملوه بيديكم. وهذوك المناقش يعني داك المنقاش اللي كنزوقوا به. وغنعطيكم حتى نصائح اللي ما عندوش. هنايا يمكن تخرجوا من البوق كيف ما قلت لكم، اولا تستعملوا غير يديكم. صراحة يمكن تستعملوا يديكم. هو صراحة بديك الماكينة كيجي زوين، ولكن حتى اللي نستعملوا غير يدينا. وكان ندوروا يعني على شكل دميلجات، دمليج، يتزين بداك المنقاش. في حالة الا ما عندناش يعني ما عندناش المنقاش، ومرة صراحة فيهم انواع كيتبانوا واحد بحال هادو اللي عندي مثلا كيتباعوها بواحد الثمنة مناسبة جدا. يمكن نزينوه بالموس اولا عفوا الموس يعني السكين اولا بالفرشيط، ولا دوك العود ديال الكوردون يعني كنديروا فيهم تقيبات. تزيين يعني كيبقى اختياري. الا كان هذا المنقاش راه كيكون احسن. كاين فيه شكيله تاع الزواقات صراحه. هاد المناقش هادو اللي كينقشوا بهم هاد النقش. المهم هنا كندير اللي عندي. انا دائما كنقول لكم انا اللي عندكم في الدار خدموه. صراحه انا راه كنخدم اللي عندي يعني ما كنكلفش على راسي. كان معزز عليا صراحه هاد الكعك، وانا كنت دقته عند واحد السيده من اسفي صديقه ديالي،
وعجبني وعلمتني حتى داك الكعك صغيور، داك الكعكات صغيورين صراحه لذاذ. من تما انا كنعملو يعني لداري وليداتي. المهم كنبقى نخدم على نفس الطريقه، ندورهم يعني على شكل يعني دمليج، وكنبقى كنزينو بداك المنقاش صافي. وغندير فيه واحد الشكل طولي يعني حتى يعجب حتى هو الوليدات. الشكل طولي كيكون زوين. حتى هو كنقشو بها داك المنقاش، وغادي تشوفون يعني الشكل ديالو. يعني الطريقه جد سهله وبسيطه. كما قلت لكم راه حتى لا هاد المنقاش راه موجودين في السوق يعني باشكال وبالوان، فيهم داك اللي بحال النحاس وفيهم هاد العاديين. اختاروا اللي تكون عندهم شي زواقه زوينه، يبقاو دائما عندكم صراحه كتحتاجوهم. يعني حتى لا ما عندناش، راه قلت لكم البدائل يعني يمكن نستعملوا غير سكين موس او لا شي فرشيط، مهم شي زواقه هكاك غير نضغطو غير بفرشيط في الجناب يعني باش تعطينا واحد الزواقه. المهم هذا هو يعني العجين راه هو هذا صراحه. العجين يمكن تضاعفوا الكميه ديالو، عوض كاس ديروا كاسين يعني. صراحه لانه هو اهم حاجه في هذا الكعك انه بسيط وسهل، ما كيتطلبش يعني شي مجهود كبير ولا شي ثمن كبير ولا كل شيء في الدار. المهم اللي كملت كما كتشوفوا معايا هاد الاولين اللي درتهم على شكل دميجات كملتهم. غنمشي لهذوك التاليين اللي درتهم شكل طولي كيعجبوا الوليدات حتى هما. صافي بنفس الطريقه صافي غادي نديرهم في صينيه مدهونه بالزيت، ويمكن تعملوه على ورق الطهي باش ما يتحرقش لكم، وكتدخلوه للفران. يعني كيجي محمر وزوين. شوفوا معايا الشكل ديالو، وحتى كيجي مقرمش وهشيش في نفس الوقت، كيجي لذيذ صراحه ما تشبعوش منه. المهم يعني كنستعملوه كحلوى دوازتي ونعطيو وليداتنا شي حاجه مصايبه في الدار. يمكن تعملوا منه مشروع يعني كيف ما قلت لكم، تبيعوه ديروا كوموند يعني وتبيعوه. تشريو لي ديك الماكينه ديالو اللي كيخرج منها، ودوك المناقش راه موجودين باثمنه مناسبه، وكتعملوه كمشروع يعني تربحوا منه صراحه. نتمنى ان هذا الكعك هذا ينال اعجابكم، لاني انا دائما كنحاول نقدم لكم شي حاجه اللي بسيطه ويمكن تستافدوا منها. البساطه هي اهم شيء صراحه. هاد الكعك يعني كيكون تشوفوا معايا راه كيكون مقرمش وهشيش في نفس الوقت ولذيذ. يعني واخا داك الماء صراحه كيخليه زوين. يعني نتمنى انكم تجربوه بالصحه والراحه.